بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوعين صغيرين فحطيناهم في فيديو واحد عشان ما نكترش عدد الفيديوهات. أول موضوع فيهم هو إنه في حاجة جوه قسم المنتجات. احنا خلاص كده شفنا المنتجات والأقسام، ناقص نبص على التقييمات. التقييمات دي إن أنا بحط تقييمات من عندي، هي تقييمات فيك غير حقيقية مبدئيا طبعا، عشان تدي مصداقيه اكتر للمنتج. طيب هل ده اخلاقي ولا غير اخلاقي؟ هذا غير اخلاقي. هل تنصح بيه؟ انا ما انصحش بيه ومش هشيل ذنبك، انا ماليش دعوه، انا بشرح لك الاوبشن فقط. انت دورك ايه؟ ان انت تحط تقييمات حقيقيه تكون جات لك بجد عشان تتقي ربنا في شغلك. فانا دلوقتي بكلم الناس اللي بتتقي ربنا في شغلها، اللي جالها تقييمات حقيقيه من عملاء بجد استلمت، يعني ما حطيتش الاوبشن ده في الاول، اشتغل الاول من غير تقييمات وبعدين بيعمل شغله مظبوط، فبيكلم العملاء بعد الاستلام، بياخد منهم فيدباك، بياخد الفيدباك ده ويحطه عنده على الويب سايت، سواء سكرين شوت او تكست وصوره بتاعه العميل اللي صورها مثلا لمنتج وهو بيستلمه وهكذا. فلو انت معاك منتجات حقيقيه ابدا حطها في المنتج بتاعك. هتروح ازاي؟ هتفتح خانه التقييمات وتقول له انشاء. طبعا في تقييمات هنا بالهبل محطوطه برده باي ديفولت، ممكن نروح نشيلها كلها عشان احنا اصلا شيلنا كل المنتجات اللي كانت فيها. شيل ده كده برده كله يا ريس، شيل يا ريس. خلصنا كل التقييمات اللي كانت موجوده باي ديفولت. تعالى اقول له انشاء تقييم جديد. اول حاجه بتعمل ايه؟ بتختار المنتج نفسه، ترنج مثلا محير، وبعدين تختار التقييم نفسه، هو 5 نجوم ولا 4 نجوم ولا 3 نجوم ولا نجمتين ولا نجمه. فانت هتختار ايه التقييم اللي جالك فعلا. لو بيشكر فيك زي الفل 5 نجوم. لو يعني عنده نقطه سلبيه، مثلا والله يا جماعه المنتج حلو والكوتش جميل وبتاع بس حسيت ان مقاسه ضيق سنه مثلا، فهيعمل تقييم 4 مش 5. حاول برضه تخلي التقييمات منطقيه وعقلانيه، ما ينفعش يكون كله 5 5 5 5. انت اكيد ما بتبيعش منتج جاي من الجنه يعني، فاكيد في ناس اشتكت والله يا جماعه منتج حلو جدا بس التوصيل اتاخر يومين زياده عن الطبيعي. ده طبيعي انه يحصل. فحط تقييمات ايه؟ عقلانيه نوعا ما، بلاش يبقى كله 5 5 كده وخلاص. وبعدين لازم افتح الاوبشن ده، عشان لو ما فتحتوش التقييم مش هيتنشر. لازم افتح الاوبشن ده. اسم صاحب التقييم، اسم العميل بقى، رشيد، محمد، احمد، ابراهيم، ساره، فتحي، ايا كان اسم الشخص اللي عمل تقييم، والتقييم نفسه بقى والله الشوز جميله والفينش روعه بس التسليم اتاخر يومين بس مش مشكله مثلا. هفترض ان ده الريفيو اللي جالك يعني. ممكن كمان تضيف صورة للتقييم بتاعك، وليكن إن ده العميل صور الصورة دي للمنتج، فهي المفروض إنها صورة على الطبيعة. طبعا ما تضيفش هنا صور بروفيشنال، يعني ما تبقاش أنا آسف في اللفظ، ما تبقاش حرامي وهبل. أكيد الصور اللي هنا لازم تكون صور على الطبيعة، وصور مش بروفيشنال خالص، وصورة متصورة في ليفينج وأنتريه وتلفزيون باين على الجنب وواحد حاطط رجله، يعني صباح الفل. لازم تبان إن هي رياليستيك 100%. واقول له حفظ كده خلاص. لو دخلت على صفحه المنتج، اروح على كل المنتجات ونروح على صفحه المنتج كده. طبعا احنا عاملين لاندنج بيج، فمش عارف هيظهر فيها فين حسب اللاندنج بيج مبنيه ازاي. ننزل تحت كده خالص اهو، التقييم ظهر يا باشا. تقييمات المستخدمين: تم التقييم بواحد التقييم فقط، مد تقييم 5 نجوم، فاصبح التقييم الاجمالي 100% 5 نجوم. وادي احمد ابراهيم مدي 5 نجوم وقال الشوز جميله والفينش روعه بس التسليم اتاخر يومين بس مش مشكله. وادي الصوره حتى ممكن تكليك عليها عشان تظهر. فتقدر بقى تحط كذا تقييم للمنتجات، فيطلع تقييم المنتج ده 4.8، تقييمه ده 4.7، تقييمه ده 4.5، وده تقييمه 4.9. فيبقى الموضوع منطقي. وزي ما قلت لك اتقي الله وما تحطش حاجات فيك عشان دي هتحاسب عليها. طيب دي اول نقطه في الفيديو النهارده. النقطه الثانيه انه طيب انا عملت اعلانات وبدا يجي لي اوردرات، اشوف الاوردرات دي فين وابدا اخدها ازاي؟ تعالى بينا، يلا بينا. هتروح على الخانه اللي فوق خالص، ده المنظر العام. هتروح على خانه الطلبات، فهتلاقي هنا حاجه اسمها كل الطلبات. انا عملت طلبين فيك قبل ما اصور الفيديو، واحد اسمه تيست واحد والتاني اسمه تيست اتنين، تمام، عشان بس يبقى فيه ايه، يبقى فيه حاجه نبان عليها. فممكن اكليك كده على الاوردر من جوه او على الطلب، فيظهر لي ملخص الطلب، مجموع سعر المنتجات، إيه تمام زي الفل. انا عايز ايه من ده كله؟ انا عايز الحته اللي على الجنب دي، بيانات العميل، اسمه ورقم تليفونه وعنوانه. بيانات الشحن هنا العنوان.
فهنا بيظهر الاسم، بيظهر رقم التليفون، بيظهر العنوان. هنا بيظهر لك حاجه اسمها عدد البلاغات. يعني ايه؟ يعني في ناس لما بيجي لها اوردرات فيك او سبام بيبلغوا ان ده الرقم ده سبام. فلو انت جالك اوردر من عميل والرقم ده متسجل في الداتابيز بتاعت او في قاعده البيانات بتاعت ايز اوردر ان هو سبام، بيقول لك ان ده عدد البلاغات عنده 6. يعني في 6 اشخاص بلغوا انه الرقم ده سبام، او خلي بالك العميل ده هيبقى غير جاد ومش هيستلم. طبعا ده اوبشن ظريف جدا ان انت تعرف ان العميل ده جاد ولا غير جاد. تمام. طب انا عايز اعمل بقى يعني فلتريشن كده للقصه دي. فبنروح هنا واضغط على تصدير. لما اضغط هنا على تصدير بيقول لي اختار تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء بتاع الاوردرات. انا عايز مثلا الاوردرات اللي جت يوم 28 الى يوم 29 مثلا. انا عايز الاوردرات اللي جت من يوم مثلا 27 29 7 29 8. اختار طبعا اللي انت عايزه. في الطبيعي بنختار يوم بيوم. يعني مثلا النهارده يوم 28 مثلا، فاختار هات لي من اول 28 لحد 28، فهات لي كل الاوردرات اللي بتبدا وتنتهي، يعني اللي حصلت اثناء يوم 28. واقول له تصدير، هتلاقيه بيلود وبيوديني على الصفحه دي. اقول له مشاهده، هينزل لي اكسل فايل، افتحه هيظهر لي فيه كل الاوردرات اللي تم تسجيلها اثناء يوم 28. افتح الاكسل اهو، هتلاقوا يا باشا ادي اوردر رقم 1، تيست 2، تيست 1، رقم التليفون، العنوان، الكوست، الفاريانت اللي طلبه، ده طلب ابيض ميديوم، ده طلب ابيض ميديوم، الايتم برايس، كل اللي انت عايزه هتلاقيه في هذا الشيت. فتبدا تاخد اوردرات، تاخد اسامي العملاء، تاخد عناوينها، ارقام تليفوناتها، وتروح عن سيستم الافيليت بقى او عن شركه الشحن او ايا كان. شغال اي كوميرس ولا شغال دروب شيبنج. شغال اي كوميرس، هتدي الاوردرات دي للمخزن، هيبدا يجهزها. جهز لي يا ابني واحد ابيض مقاس ميديم، واكتب على البوليصه اسم العميل ده ورقم التليفون ده والعنوان ده. وجهز لي واحد تاني ابيض ميديم، حطه على الاسم ده والموبايل ده والعنوان ده، وهكذا. لو انت شغال على سيستم افيليت تبقى هتروح تسجل الاوردرات دي على السيستم من جوه الاكونت بتاعك. هتعمل اوردر بالمقاس ده للداتا دي، وتعمل اوردر تاني بالمقاس ده للداتا دي، وهكذا. فالموضوع سهل وبسيط وابسط من البساطه، ما فيهوش اي ابداع خالص، الدنيا الف ب خالص يعني. كمان في حاجه مهمه جدا في ايزي اوردر اسمها الطلبات المفقوده. ايه الطلبات المفقوده؟ تخيل معايا عزيزي كده ان في حد دخل على المنتج بتاعك. تعالى كده نفتحه من بيج مثلا انكوجنيتو كده ولا حاجه. دخل على المنتج بتاعك وقرر يشتري، وكتب اسمه ابراهيم احمد، وكتب رقم الهاتف 0100 اي كلام في الحلنبس مثلا، وما كتبش العنوان او النت هنج او فصل او حد رن عليه او حصل حاجه. فهو بالفعل كتب الاسم ورقم التليفون ووقف مثلا على خانه العنوان. انا بديك هنا مثال انه وقف على خانه العنوان. اوقات بيبقى وقف على رقم التليفون، وقف على الاسم، ما حطش اصلا غير دول، وقال لي اضغط هنا للشراء، فقال له هذا الحقل المطلوب. يعني اي حاجه بتحصل. زمان كانت الاوردرات دي بتضيع مننا، ما تظهرليش لان الراجل ما عملش اتمام للطلب فمش هيظهر لي. لكن دلوقتي مع ايزي اوردر تقدر ان انت الاوردرات دي تظهر لك في خانه اسمها الطلبات المفقوده. بص يا بيه، ظهر لي اهو يا بيه، ظهر لي اسمه ورقم تليفونه ومفيش عنوان. الراجل ده سجل اسمه وسجل رقم تليفونه وكان فاتح صفحه اسمها ترنج محير، وما كملش الاوردر لانه ادخل بيانات خاطئه، يعني ما كملش البيانات صح. دورك انك تعمل ايه؟ تكلم ابراهيم احمد ده على التليفون او تبعت له واتساب: مساء الخير يا ابراهيم، لاحظنا ان حضرتك كنت تطلب من عندنا الترنج المحير اللي هو ب 12000 جنيه ده، حضرتك عايز تكمل الاوردر بتاعك ولا لا؟ اذا ايزي اوردر هنا قدم لي ايه؟ قدم لي حاجه عظيمه جدا، ان في اوردرات كانت مش هتظهر عندي اصلا، لا بدات تظهر عندي. مش هتظهر هنا في كل الطلبات، هتظهر هنا في الطلبات المفقوده، ان انا اقدر اتواصل مع العملاء دي تاني واشوف هم فعلا عايزين اوردر ولا لا. طيب سؤال: هل العملاء دي كلها عايزين الاوردر؟ جواب طبعا لا. بس انت خسران ايه؟ ولا حاجه. لما تكلم 10 عملاء 2 منهم يقول لك صح انا كنت عايز الاوردر بس نسيت والله، صح انا عايز الاوردر بس كان سعره عالي شويه، بس لو ننزله 20 تقول له يا عم عيني يا باشا، 30 يا باشا، عيني يا باشا، انت اول مره تشرفنا هننزلها 30، اعمل معاك الواجب والصح. اذا انت من كل 10 عملاء وحصلت على عميل 2 3 بس، دول اوردرات كانت واقعه منك على الارض،
انت مش خسران حاجه خالص لو كلمت العملاء دي. ما تجيش تقول لي يا باشا مع العملاء دي لو كانت عايزه كانت طلبت، كانت سجلت الاوردر، كانت كملت الاوردر. لا يا حبيبي، انت ما تعرفش ظروف الناس ايه. ممكن يكون فعلا كان بيطلب وجاب تليفون ونسي، دخل رقم التليفون غلط ومش واخد باله انه دخل رقم تليفون غلط، مدخل رقم اقل، رقم زياده، وعمال يقول له ايرور ايرور ايرور. قال لك يا عم مش هشتري خالص، قام طالع بره. فتكلمه تقول له، يقول لك يا عم قعدت اطلب منكم وقعد يديني ايرور وبتاع ومش عارف ايه. يعني طبيعي بيحصل. فالخلاصه ايه يا صديقي؟ ان ما تسيبش الاوردرات او الطلبات المفقوده، خش عليها باستمرار، اسحب بيهم برضو تصدير، اسحب بيهم شيت اكسل، وكلم العملاء، ابعتهم لحد من الموظفين اللي عندك، او كلمهم بنفسك، او كلمهم واتساب، زي ما انت حابب اعمل. وهتلاقي نسبه من الناس دي بتكونفيرم معاك الاوردرات، فانت كسبان. الناس دي من الهوا، الناس دي كانت واقعه على الارض، وايزي اوردر مشكوره جابتهم لك لحد عندك. فما تضيعش من ايدك هذا الكنز. وبكده يبقى احنا عرفنا ان احنا ازاي نتعامل مع الاوردرات بتاعتنا، سواء احنا ننزلها او نتعامل معاها، او حتى كمان نجيب الاوردرات المفقوده. اشوفك ان شاء الله الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.